السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل حاجة حلوة بقى كده وهتعمل في السريع، وخصوصا لو انت عندك الكنافة جاهزة وشايلاها في الفريزر متحمرة وكل حاجة، بتعملي الوصفة دي بكل سهولة. هنعمل طرت كده من الكنافة. انا عندي كنافة متحمرة كنت جايباها وحطاها في الفريزر وطلعتها، فبتتكسر كده على الايد. لما بتحط في الفريزر بتتكسر على الايد، بتبقى سهلة جدا. بحطها في صاج كده وادخلها الفرن مع حتة سمنة كده مقلباها فيها او زبدة اي حاجة، وادخلها الفرن وابدأ ان انا اقلب فيها من وقت للتاني علشان ما تتحرقش وتاخد اللون الذهبي الجميل ده. ببدأ بقى اجيب الكادر بتاعي على حسب الكمية اللي عندي. انا جبت الكادر ده مقاس 20، في عندي 22 بس مدور، فقلت لا خليني في ده، ايه الكمية مناسبة عليه. الكنافة اللي انا حطيتها دي اقل من نص كيلو، هو كان نص كيلو كنت محمراه واخده منه شوية، فده كده اقل من نص كيلو. تمام، فانتوا لو عايزين المقاس ده تحطوا فيه نص كيلو مفيش مشكلة، هيبقى حلو برضو. هبدأ بقى ان انا اجيب اي حاجة عندي واضغط الكنافة كويس جدا علشان تمسك نفسها. طبعا المفروض الكنافة دي تبات عندك كده وايه، علشان تمسك في بعضيها وتشرب من بعضيها والطعم يبقى تحفة. هبدأ بقى ان انا اجيب كده دوت موس فانيليا، ضربته بلبن زي الكريم الشانتيه بالظبط. هبدأ بقى ان انا احط الكريم بس عشان رينج لايت قدامي، فمش هعرف انا هفصل دلوقتي الكاميرا، وابدأ ان انا احط الموس الفانيليا بتاعي. لو لسه ما حطيتيش لايك بقى ممكن تدوسي لايك كده، تفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة علشان يوصلك مني كل جديد. انا حطيت الموس الفانيليا بتاعي وهروح بيه على الفريزر عشان احنا مستعجلين عليها، فهروح بيها على الفريزر 10 دقايق كده ولا حاجة، بل ما اسيح النوتيلا بقى واظبط الحشوات اللي من فوق. دلوقتي انا حطيتها في الفريزر وجبتها، ما حطيتهاش كتير يعني، حطيت نص نوتيلا وحطيت نص مانجا بالشكل ده، والمانجا كانت عندي في الفريزر. هبدأ ان انا ارجعها الفريزر تاني. تمام، انا عايزاها تمسك على قد ما تقدر علشان لما اجي اطلعها ما تفكش مني. بصوا الكدر بيطلع بكل سهولة. نشيل الكدر بقى نحطه كده يتغسل، ومعانا الكنافة الجميلة دي نزوقها بقى بأي حاجة كده من على الوش، حاجة بسيطة بقى، مكسرات أي حاجة كده، ايه تكون بسيطة كده وسهلة. تمام، ده كده كان شكل طارت الكنافة معايا، طالع متماسك كل حاجة، بس المفروض يقعد في التلاجة أكتر من كده علشان لما تيجي تقطعيه ما يبهدلش. بس بقى كل اللي حطيته كده عين جمل كده في النص يفصل المانجا عن النوتيلا، وحطيت لوز كده بسيط، وده كده كان